عارفه ان الفسيخ اكله هتاكلوها بشم النسيم، حتى لو قلت لكم ما تاكلوهاش برضه هتاكلوها. النهارده جايه لكم شويه تعليمات بسيطه كده عشان اخليكم تاكلوا الفسيخ، لان انا عن نفسي اصلا كمان بحبه. الفسيخ ما ينفعش اول حاجه لمرضى الضغط، دول ممنوع، معلش انا اسفه، مش هقدر ان انا اسمح لهم ان هم ياكلوا فسيخ ابدا. ده العدو الاول والاخير، لان الملح بيرفع معاهم الضغط وهيعمل مشكله كبيره معاهم، فمش هينفع. انا ممكن ابدل لك الملح، يعني الملح كتير اللي انت ممكن تاخديه وتبقي مش قادره تستغني عنه في اكلك بالليمون. ده بالنسبه لمرضى الضغط. لكن تعالوا نتكلم بقى عن الفسيخ تاني، تعالوا نرجع بقى ونسيب مرضى الضغط شويه ونتكلم عن الفسيخ تاني. الفسيخ فيه ماده البروبايوتيك. الفسيخ ممتاز كاكله غذائيه، تاكليها وتستفيدي منها، فيها اوميجا 3، فيها بروتين 70% كمان اكتر من السمك العادي. الفسيخ اكله لذيذه تاكليها بتنبسطي. المشكله في الفسيخ ايه؟ ان انت بتاكلي كميه عيش كتير قوي معاها، بس احنا عايزين نقنن الكميه دي. هتاكلي رغيف واحد بس مش اكتر. هتاكلي فسيخ في شم النسيم، بس انا عايزاكي تزودي عليه كميه الليمون، فهتقدري بالشكل ده وتاخدي فيتامين سي بكميات عاليه، لان الجسم فعلا بيبقى محتاج الكميه دي، وما بتقدريش تاخديها غير فعلا مع اكله زي الفسيخ. تقدري تعصري ب4 و5 ليمونات على الفسيخه الواحده، مع طبعا الرغيف بتاع العيش بتاعك. بتاكلي بصل كتير، وده طبعا برضو مفيد للجسم، وبتقدريش تاكليه في العادي كتير، تقدري مع الفسيخ تاكليه بكميات كبيره. بتحطي جنب الفسيخ جنبك جرجير وخس. اهم حاجه وانتي بتجيبي الفسيخ لازم تجيبيه من مصدر موثوق فيه، لان في مشكله كبيره قوي لو هو مش متملح بالطريقه الصحيحه السليمه الصحيه، بتنمو فيه بكتيريا هوائيه، ودي بتضر الجسم وبتعمل تسمم كمان وبتسبب حالات وفاه، فهتبقى مشكله كبيره. لا، لازم نجيبه من مصدر موثوق فيه. كمان لازم الملح بتاعه يكون مش حادق قوي، يبقى الملح بتاعه متوسط، ما ينفعش يبقى مش مالح، لانه برضو هيبقى مش متملح بالطريقه الصح. السمك البوري اللي بيتجاب وبيتخمر وبيتعمل فسيخ هو سمك مفيد جدا، بس احنا بنستخدمه بطريقه غلط. الفسيخ عشان نقول ان هو مملح صح واصبح متخمر تخمر حقيقي وفيه بكتيريا لا هوائيه مناسبه للجسم وصحيه، لازم يكون اقل حاجه اسبوعين، وفي الشتاء بيخمروه لمده 20 يوم. اعرف ازاي الفسيخه دي يا دكتور ان كانت هي حلوه اكلها او لا؟ بتفتحيها بتلاقيها حمرا من جوه، تمام. الريحه طبعا هي ريحه الفسيخ كله احنا بنحبه بريحته، بس طبعا بتبقى ريحه مش معفنه، يعني بتبقى ريحه الفسيخ اللي هو طبيعي اللي احنا عارفينها يعني. بتلاقي السمكه مش منفوخه، السمكه بتبقى ماسكه نفسها متماسكه كده، مش متهالكه تطلعي تلاقي الفص مهري كده، لا اللحمه بتبقى متماسكه ولونها لازم يبقى محمر. طيب كمان لازم من جواها ما يبقاش فيها ميه، لازم تبقى ناشفه، يعني مش معبيه ميه كده من جواها، دي كده بايظه اصلا بتعمل تسمم، دي ترميها، ممنوع تاكليها. طيب هنيجي بعد ما كلنا الفسيخ برغيف عيش واحد بس، هتشربي عصير برتقال بعده، او تشربي كركديه او كوبايه شاي. ولو هتحطي سكر يبقى لازم يبقى سكر دايت، ممنوع السكر الابيض، ده من السموم اللي انا منعاها نهائيا تماما. هتاكلي بقى قد ايه في الفسيخ؟ قد نص كف ايدك، يعني كف الايد اهو قد نص ده القطعه اللي انت تاكليها، مش تقعدي تاكلي 3 فسيخات، يعني انا سمحت لك بس ما تزوديهاش. طيب مين اللي ممنوع خالص ياكلوا فسيخ؟ وانا اسفه بقى معلش، الحوامل، لان الحوامل بيحصل لهم تسمم في الحمل وبيحصل اجهاض، ونسب كبيره جدا من الحوامل حصل معاهم الموضوع ده. لو سمحت ما تخاطريش بالبيبي اللي انت شايلاه، الروح اللي شايلاها جواكي عشان خاطر حبك للفسيخ. اصبري لما تولدي وبعدين كلي فسيخ زي ما انت عايزه، اللي بترضع، لان هي برضو هتاذي البيبي، ممنوع. امراض القلب، الناس اللي عندها امراض في القلب، امراض الضغط، امراض الكلى، كل الناس دي ممنوع ليهم الفسيخ منعا تاما. النهارده كان معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر، اتمنى اكون فدتكم ودايما هفيدكم، وهنزل لكم كل يوم فيديو جديد علشان اكلمكم عن كل حاجه وكل ظروف بتمروا بيها. تابعوني في الكومنتات قد ايه كلتوا فسيخ في شم النسيم، وكلتوا زي ما انا ما قلت ولا زودتوا الكميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.